اهلا بكم من جديد مشاهدينا. نعود للحديث مع ضيفي باسم عباس وعلاء عبد الزهرة. كنا نتكلم عن البطولة وبدأنا بمنتخب جنوب افريقيا وكيف واجهنا المنتخب جنوب افريقيا. الثقة بدأت تزداد لديكم شيئا فشيئا اثناء المباراة، لكن الشوط الثاني كأنما اختلف الحال. مو اختلف بس يعني ما طبقنا يعني اكو امور من المدرب الخطه اللي يعني مو بورا قال لكم رجعوا لي ورا ودافعوا. لا بالعكس، كان يعني مو قال يمكن قال اكو اي بي سي، يعني هاي الامور الملعب مقسم، فانتم تدافعون مثلا بهاي المنطقه تهاجمون بهاي المنطقه، فكان يعني سي هو جنوب افريقيا. لا سي اسبانيا كان بي هو جنوب افريقيا، يعني بالجزء الثاني وسط وسط الملعب. نعم. فقلت لك كنا معتمدين على الهجمات المرتده، يعني اغلب الاحيان على الهجمات المرتده، يعني قدرنا بجهد الامكان ان من نحصل على هدف على مرمانا، نمنع الهدف ونحتمل. بس واحده طلعها هو باركر. منو؟ باركر لاعب جنوب افريقيا طلع هاي الكره. هذه الفرصه هي الوحيده الخطره اللي كانت موجوده. الحمد لله هي ما دخلت، لو داخله كان الله اللي يستر يعني المباراه القادمه. نعم. على مباراه اسبانيا اساسي انت في مباراه كمباراه اسبانيا، يعني شلون تقبلت الموضوع؟ انت كنت تتكلم انه هناك بعض المباريات كنت تتمنى ان تكون بها اساسي، لكن ان تشارك في مباراه اسبانيا تعتقد ظلم لك هذا ان تشارك بهذه المباراه ام شيء ايجابي بالنسبه لك؟ لا والله بالعكس، يعني كنت اتمنى العب هاي المباراه، يعني انا تدور على كازياس يعني تريد؟ لا بطوله قاره قالوا هاي، فكنت اتمنى انه العب ضد اسبانيا، والحمد لله والشكر يعني لعبت هاي المباراه. بس بالنسبه يعني مثلا الكلام انه يقولون مثلا الفريق دافع ضد اسبانيا وهاي، هذا شيء واقع، نحكي واقع انه مثلا ضد اسبانيا اذا ما تدافع راح تخسر هو يعني كثير والله. يعني لازم تلعب مع اسبانيا خطه دفاعيه. نعم. واحنا كان يعني في المجموعه بورا كان انه شنو ياخذ نقطه من جنوب افريقيا. وقال يعني مثلا يلعب مع اسبانيا دفاع، اذا حصلنا التعادل حصلنا، ما حصلنا مثلا يعني المفروض ناخذ بالمجموعه 4 نقاط. مباراه نيوزيلندا ناخذ 3 نقاط. وحسابه كان صحيح، يعني لو المباراه نيوزيلندا فايزين. هي المشكله بس مباراه نيوزيلندا، يعني لو فايزين بهاي المباراه كانت اهلنا للدور. برايك انه مباراه اسبانيا نتابع يعني هدف المنتخب الاسباني، مباراه اسبانيا كان افضل شيء ان ندافع دون اللجوء الى المغامره للامام، لكن نهايه الشوط يعني مع الشوط الثاني دقيقه 70 تقريبا فما فوق بدانا نضغط للامام. علاء لاحظت لك فرصه، احدى الفرص كنت قريب جدا وعقت يعني من خلال المدافع الاسباني. يعني طه يعني ماكو اثنين يختلفون انه انت ضد اسبانيا لازم تدافع. نعم. يعني ما تقدر تلعب يعني بطريقه مفتوحه ضد اسبانيا. يعني راح تتاذى، لان الفريق الاسباني قلت لك من احسن الفرق بالعالم. فيعني كنا نعتمد على الهجمات المرتده، بس المشكله شنو؟ انه لما مثلا احنا لما نفقد الكره ندافع، بس لما يصير عندنا الكره المفروض هجومنا يصير سريع. يعني مثلا كان هناك بطء برايك؟ اي كان هناك بطء. المفروض مثلا هسه انا فوق العب كنت في مباراه اسبانيا، المفروض الشبه اليمين واليسار يزيدون واللاعبين الوسط يزيدون وراي حتى نقدر نسوي، لان واحد لاعب ما يقدر يسوي صعبه. شيء. لكن مصر يعني هجموا امام البرازيل وسجلوا 3 اهداف، خسروا 4، لكن سجلوا 3 وتغلبوا على ايطاليا 1 بالطريقه الهجوميه، ضغطوا على الخصم. كل مدرب ويعني وطريقته. ثاني شيء يعني فريق مصر مثلا ما اقدر اقول لك امكانيات، بس كل من امكانيته، يعني المدرب لما يشتغل على امكانيه اللاعبين مالته. فالفريق المصري من احسن الفرق هسه تشوفون بافريقيا. ودور المصري ايضا دوري قوي. المصري دوري قوي. نعم. سنتكلم عن هذه المواضيع. اخذ الان معي علي حسين حيمه مدافع منتخبنا الوطني. مساء الخير ابو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نبارك لك بالبدايه على المولود الجديد، وان شاء الله هم مدافع. حبيبي. سلام للاخوان الموجودين، كابتن علاء الزهره وكابتن باسم عباس. وعليكم السلام. وعليكم السلام. علي، يعني احكي لنا عن المشاركه هذه بكاس القارات. سمعت عماد قبلك، عماد تكلم انه بورا خدم نفسه اكثر من المنتخب، وبورا تمسك باللاعبين على الرغم انه مستواهم انخفض، وان الاعداد غير جيد كان بالنسبه للمنتخب. برايك هذا الكلام صحيح؟ كيف رايت المشاركه في كاس القارات وبقياده بورا؟ بالنسبه للمنتخب الحمد لله قدم اداء جيد، خاصه في المباراه الاخيره. في اكيد اعداد جيد
بالعكس استعدادنا كان غير جيد. يمكن لعبنا مباراة امام المنتخب القطري وامام نادي من الدرجة الثانية اللي اسمه نادي الجيش. يمكن الاداء غير جيد. هاي بطولة كبيرة يعني فرق كبيرة فرق عالمية لاعبين على مستوى عالي. هذه المباريات وتي على مستوى عالي ما تلبرنا هاي تحت ما بيقدر يوفر لنا المباريات يعني القوية اللي يعني على اساس يعني جار الفرق اللي راح نواجهها في بطولة كأس القارات. بس الحمد لله اللاعبين قدموا عليهم وقدموا مستوى جيد يليق باسمنا كلاعبين وباسم الكرة العراقية وخاصة في هيك المركز الدولي وكبير في بطولة يعني كأس عالم القارات. أكيد اللاعبين طموحين أن يقدموا مستوى جيد. الحمد لله الله وفقهم في هذه البطولة خاصة اللاعبين الموجودين كثير من اللاعبين كانوا خارج عن المنتخبات من تصعد من كثير من المدربين والاعلاميين في العراق. اللاعبين كانوا خارج المنتخب الحمد لله عادوا بصوره جيده مع المنتخب وظهروا بصوره جيده وثبتوا للعالم انهم يعني قادرين ان يقدموا المستوى في هذه البطوله وفي البطولات القادمه السنوات القليله القادمه ان شاء الله. علي بورا يعني برايك اضاف المنتخب العراقي للكره العراقيه والكل تكلم عن المنطقه الدفاعيه والتنظيم الدفاعي وانت قلب دفاع منتخبنا الوطني اضاف لكم بورا؟ لا مثل ما تعرف هو الفريق نفس الفريق نفس اللاعبين اللي شاركوا في كاس اسيا والبطولات السابقه. مثل ما قلت لك كابتن بورا انا مدرب عالم يعني ما يستطيع على الخيمه وغير على الخيمه يقيم هذا المدرب. انا شارك 5 مرات في بطوله كاس العالم. نعم. في اكيد هي بطوله ثانيه يتمنى هو ان يشارك في البطوله وهو يعني حتى من احنا المقربين من اللاعبين كان يتمنى يشارك في البطوله وما شارك في البطوله. انت مقرب لبورا؟ ها؟ مقرب لبورا انت يعني بورا عندك علاقه تربط؟ لا هو بحاله